من حوالي 5 سنين كنت ساكن في وسط البلد القاهرة. أنا بطبعي إنسان مسهرجي، بحب السهر والمشي في الشوارع بالليل. الجو الهادي بيخليني أفكر وأصفي دماغي. وكنت ساكن وقتها مع واحد صاحبي، بس هو عكس شخصيتي تماما، بينام بدري جدا. كل ليلة تقريبا بعد ما ينام كنت بلاقي نفسي زهقان وعايز أعمل حاجة، فكنت ألبس وأنزل أتمشى في الشوارع. 4 سنين وأنا بعمل كده، عمري ما تعرضت لموقف خوفني. بالعكس، كنت دايما بهزر مع صاحبي وأقول له حتى البياعين اللي في وسط البلد بالليل أجدع ناس. بس الليلة دي اتغير فيها كل شيء. كان يوم أربع، الساعة حوالي 1:30 بعد الظهر. الجو ساكت لدرجة إنك تحس إن القاهرة وقفت عن الحركة. الشوارع اللي عادة بتبقى مليانة عربيات وكلاكسات كانت شبه فاضية. وأنا ماشي من ناحية كوبري قصر النيل باتجاه جاردن سيتي، لقيت الجو مختلف عن أي مرة قبل كده. الهوا بارد، مفيش صوت غير خطوات رجلي وهي بتخبط في الأسفلت. حتى النيل اللي دايما صوته بيريحني كان ساخر الشارع. كان واقف راجل، أو بالأداء كان بيرقص، ايديه مفتوحة، بيخطو خطوة لقدام وبعدين خطوة لورا، حركات غريبة جدا، كأنه بيرقص على موسيقى مش موجودة. كل حركة كان بيعملها كأنها مدروسة، ومع ذلك شكلها مرعب. قلت في نفسي يمكن سكران أو مجنون، بس لما قربت أكتر استوعبت إن خطواته مش عشوائية. لا، بالعكس، كانت سلسة جدا، وكأنه راقص محترف. كان طويل ورفيع، لابس بدلة باينة عليها إنها قديمة قوي، وهو بيرقص راسه مرفوعة لفوق وعينيه مفتوحة زيادة عن اللزوم، بصيصة للسماء. وهنا شفت الحاجة اللي جمدت الدم في عروقي. ابتسامة عريضة جدا، مش طبيعية، كأنها مرسومة على وشة مش حقيقية. ابتسامة كانت واسعة بشكل يخلي ملامحه كلها مرعبة. قررت أعد الناحية التانية من الشارع قبل ما يقرب مني، وأنا باخد أول خطوة لقيته فجأة واقف، تجمد مكانه، واقف برجله مرفوعة نص خطوة، جسمه مايل وعينيه لسه بصة للسماء، والابتسامة ثابت مكانها زي ما هي. قلبي وقع. المنظر كان مرعب لدرجة إن رجلي بقت تقيلة ومش عارف أكمل. فضلت ماشي وأنا ببص ورايا، الراجل لسه واقف. لما وصلت نص الشارع لقيته اختفى. بصيت حواليا بجنوني، مفيش أي أثر ليه. وبينما أنا بدور لمحته، كان أقرب بكتير، واقف في نص الشارع وماشي عليا بخطوات سريعة جدا، خطوات مسرحية كده، كأنه كرتون بيتحرك بطريقة مبالغ فيها. أنا اتشليت، لا عرفت أجري ولا حتى أطلع موبايلي. كان في حاجة مسمرة رجلي مكانها. كل ما يقرب قلبي يدق أسرع، ولما بقى قريب قوي وقف تاني فجأة. ابتسامته لسه مرسومة، عينه لسه للسماء، وما بيعملش أي حاجة. ساعتها انفجرت وصرخت فيه: انت عايز ايه يا عم؟ بس صوتي طلع مهزوز، باين فيه الخوف. هو ما عملش أي رد فعل، واقف بنفس الابتسامة، واقف وكأنه مش من العالم ده. وفجأة بدأ يرقص تاني، بيرجع لورا واحدة واحدة، لسه مبتسم وباصص للسماء. بيرقص بخطوات غريبة لحد ما بعد عني، بس أنا كنت حاسس إن ده مش نهايته. فضلت واقف في مكاني مش عارف أتحرك. ولما لقيته بيختفي في آخر الشارع، جريت بأقصى سرعة عندي، رجعت على شارع قصر النيل واللي كان فيه شوية عربيات ماشية. حسيت نفسي رجعت للحياة. بس وأنا ماشي كل دقيقة أبص ورايا، متوقع ألاقيه ورايا مبتسم. الحمد لله ما شفتوش تاني، لكن ملامحه اتحفرت في دماغي. من اليوم ده وأنا ما قدرتش أنزل أتمشى بالليل لوحدي تاني. ابتسامته دي ما فرقتنيش، صورة وشه لسه بتيجي في كوابيسي لحد النهاردة. هو ما كانش